كم لاعب تأهل لأولمبياد باريس من خلال هاي البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تعرف البطولة غرب آسيا هي محطة الأخيرة لتأهيل أولمبياد باريس. نعم. احنا بالحقيقة بالعراق هو بس طه حسين اللي راح يشارك في أولمبياد باريس. يعني طه حسين هو اللي راح يشارك بأولمبياد باريس؟ يمثل العراق في ألعاب القوى. نعم. من العراق هو طه حسين. طيب كابتن، وانت حضرتك راح تتواجد وياه والله ما اعرف، انا اتواجد وياه ذيك بعد يعني قرار يم الاولمبيه يم اللجنه الاولمبيه. انا مع كل الاسف بطوله طوكيو هم طه كان مشارك. انا ما رحت وياه. راح بوحده والان نقول بلكت اللجنه الاولمبيه تباوع علينا وتقول هالمدرب مظلوم. يعني هو اللجنه الاولمبيه لازم تباوع الى المدربين. ما ممكن لاعب يروح بدون مدربه، ما ممكن. لازم ان يكون المدرب مرافق الى اللاعب ماله، وهذا طموح الاولمبياد، طموح كل لاعب وطموح كل مدرب. المحطه اعلى محطه ان يوصلها المدرب او اللاعب. فعلا. بس كابتن، يعني تتحدث عن امور يعني بصراحه انا اشوفها مستغربه. يعني اكيد انه اللاعب مع المدرب لازم يكون يتواجد مدرب وصاحب الانجاز واللي وصل لهالمرحله. بعد تاهله لباريس يستلم مدرب اخر. انا اشوف هو بالحقيقه ما يروح مدرب اخر. من راح طوكيو ما راح مدرب اخر. لا منه معه يعني راح اداري. راح اداري. الاداري هو الاداري مرشح من اللجنه الاولمبيه، فمرافق ويا اللاعب طه حسين. كابتن الاداري يعني يفقه بالامور الفنيه. انا ما اريد اخذك لهذا اعرف انت يعني تتحفظ على بعض، لكن هي طبعا من البديهيات انه اللاعب لازم يكون يتواجد، يعني المدرب الخاص به. نعرف احنا العده لازم يرافقه، مو فقط المدرب، لازم المعد البدني النفسي التغذيه، هاي اذا توفرت. احنا استاذ عبد الامير تطرق الى